اكتر المسجز اللي وجعت لي قلبي جدا او الكومنتس حتى اللي جت لما حد كتب لي انه حلمنا ضاع. حاسه انا كنت محتاجه اروح لكل حد فيكم اطبطب عليه واقول له والله ابدا مش زي ما انتم متخيلين، بس يمكن مش بايدي ان انا اعمل ده قوي. اغلب المسجات اللي بعتت لي في الدي ام او في الكومنت ازاي نسافر وقولوا لنا الطريقه، انا بس كنت بدور لكم على حاجه تكون موثوقه نقدر نتكلم عنها علشان المشاكل بتاعه المكاتب اللي بدات تحصل دلوقتي. فاحب اقول لكم اول حاجه، المشاكل بقى الناس اللي حابه تسافر بتبقى كتيره جدا وتقسموا اقسام. فاهمين؟ حد عايز يسافر بس اهله مش موافقين عشان قلقانين عليه او عليها، ما بين ان الناس فاكره ان سعرها غالي جدا فاحنا مش هنقدر عليها، وما بين جزء تاني مفكر انه طب وليه اعمل في نفسي كده، ما ممكن اقعد واستسلم وخلاص. واسئله بقى كتير كتير كتير، ما بين ان المكاتب مش موثوقه وبيحصل نصب كتير جدا، او ان بعد ما بيروحوا هناك ما بنقدرش نتواصل مع الاولاد ولا نقدر نطمن عليهم ولا. احب اقول لكم انه مفيش اي حاجه من الحاجات دي هتحصل ان شاء الله مع المكتب اللي انا هكلمكم عليه. اول حاجه المكتب موجود هناك، تقدروا تتواصلوا مع عيالكم دايما، هتقدروا تسالوا عليهم بشكل دايم، تقدروا تتواصلوا مع الجامعه وتجيبوا كل بياناتهم اول عن اخر. الدوله امان جدا، وفي نفس الوقت تقدروا تسافروا على كذا مكان مش بس دوله واحده. فدي البيج بتاعتهم على الفيسبوك، تقدروا تروحوا تكلموهم، وده رقمهم على الواتساب، تروحوا وتتواصلوا معاهم. زائد ان الاسعار رخيصه جدا باقل المجاميع، تقدروا تسافروا على اي مكان سواء كنتوا مصريين او غير مصريين، جوه مصر او بره مصر او ايا كان، تقدروا تروحوا وتسالوهم، تقدروا تسافروا وباقل المجاميع تدخلوا الكليات اللي انتوا حابينها. وبس كده. اخر حاجه نسيت اقول لكم عليها، لما تروحوا قولوا لهم ان احنا عن طريق دور هم عاملين لكم اوفر للناس اللي تروح من عندي. وبس، دمتم بخير يا جماعه.